عارف ايه الفرق بين الاسد وبين اي حد تاني؟ الاسد عمره ما بيدخل معركة مع ضده. احنا للاسف بنضيع اغلى ما في ايدينا، وقتنا وطاقتنا، في صراعات وهمية مع ناس مش موجودة في حياتنا اصلا، او مع انتقادات تافهة، او مع اشباح احنا اللي خلقناها في دماغنا. بنسيب اهدافنا الحقيقية عشان نرد على ظل بيتحرك ورانا. الصراع مع الظل ده معركة خسرانة. ليه؟ لأن الظل مش كيان، ده مجرد انعكاس لنورك أنت. فلو وقفت عشان تحاربه أنت بتضيع نورك. الشخص اللي واثق في نفسه واللي عارف طريقه كويس جدا ما بيلتفتش لكل الظل بيحاول يستدركه المعركة جانبية. فخدها قاعدة: ما تضيعش وقتك في تبرير مواقفك. اللي مش عايز يفهم ما يفهمش، ولا تدخل في نقاشات مع ناس همهم الوحيد انهم يضايقوك. الاسد بيكمل طريقه، ده قانون الطبيعه. وركز في ورقتك وبس كده. سلام.